ارمي اللي في ايدك ثانية واحدة وبصيلي. عارفة الشعور اللي بيجيلك وانتي قاعدة وسط ولادك بس عقلك في مكان تاني خالص؟ شعور انك مطحونة وبتبذلي مجهود جبار عشان بس يومك يعدي بسلام. النهاردة أنا مش جاية أقولك اعملي وسوي، بس بقولك كفاية عليكي كده. جه وقتك انتي. النهاردة هخليكي تحسي إنك شربتي إكسير الهدوء. مش جايين نتكلم عن ترتيب البيت بالمنظفات، احنا جايين نرتب البيت اللي جوه، ننظف الروح من كل الضغوط اللي الستات بتتعرض لها. لو انتي من الستات اللي بيصحوا بالليل يفكروا في كل كلمة اتقالت لهم الصبح، لو انتي من اللي بيبذلوا مجهود جبار عشان يرضوا الكل وفي الاخر بتسمعي كلام يسم البدن، لو حاسة ان طاقتك خلصت وعاوزة ترجعي لنفسك القديمة اللي كانت بتضحك من قلبها، الفيديو ده ليه. هنغوص مع بعض في اسرار الستات اللي عرفوا يفرملوا اعصابهم ويشتروا دماغهم، ومنهم اختك وحياتك. تصدقي ان وصلت لمرحلة اني مش عاوزة ادخل في اللي يخصني انا شخصيا؟ كملي معايا وجهزي كوباية من أي حاجة بتحبيها، واقعدي في مكان هادي شوية اللي هنقضيهم مع بعض هيكونوا هما نقطة التحول في حياتك. أنا نويت إني مش هسيبك غير لما تدلعي نفسك وترمي الدنيا كلها من ورا ظهرك. يلا بينا نبدأ. عارفة الست اللي بتشوفيها وسط زحمة الحياة والعيال والطلبات والمسؤوليات وتحسيها كده رايقة، ماشية بهدوء، ملامحها مرتاحة، وكأنها في عالم تاني غير اللي احنا فيه. أكيد دلوقتي هتسأليني، هي ما عندهاش مشاكل زينا ولا هي عايشة في اللالا لاند؟ لا ده ولا ده. خليني أقولك السر اللي محدش هيقولهولك. الست دي حياتها مش شرط تكون سهلة ولا هي محظوظة بالوراثة، بس ببساطة عرفت شفرة معينة ونفذتها فقدرت تشتري راحة بالها في وقت الكل فيه بيحرق في أعصابه. بصي، خلينا متفقين زي ما قلتلك قبل كده، أنا مش جاية أسمعلك كلمتين قريتهم في كتاب، أنا جاية أنقلك تجارب حقيقية فشلت فيها مرة واتنين وعشرة لحد ما وصلت للخلاصة. وعلشان كده بقولك ركزي عشان معايا نظرتك هتتغير في كل خناقة هتدخليها، ولكل كلمة بتقوليها لنفسك قدام المراية. ولو عاوزة تكوني الست الرايقة دي فعلا، ركزي في كل كلمة، لأن اللي هتسمعيه دلوقتي هو الزتونة من قلب الحياة العملية، مش عالم النت. أول سر بيفرق الست الرايقة عن الست المطحونة هو الكلام اللي مفيش حد بيسمعه غيرك، كلامك لنفسك. بصي يا ست الكل، المشكلة في الراديو اللي شغال في عقلك طول النهار. الست اللي طاحنة نفسها طول ما هي واقفة بتغسل المواعين بتلم اللعب، شغال جواها صوت بيجلدها: أنا مش ملاحقة، أنا قصرت، أنا فاشلة، أنا عمري ما هتعلم، هو أنا هفضل شايلة الشيلة لوحدي، محدش حاسس بيا. يلا يلا اكتبوا في الكومنتات بتقولوا ايه كمان. انا حاسه انكم مش هتجيبوها البر غير لما تهلكوا نفسكم خالص وتقضوا على بقيه الاعصاب اللي فاضله فيكم. ده مش مجرد كلام، ده سم انت بتسقيه لنفسك كل يوم. الست الرايقه بقى بتراقب لسانها، حتى لو تعبانه بتقول انا عملت اللي عليا النهارده وبكره هيكون احسن. في علم النفس بيسموه التوكيدات، بس احنا بنسميه في ديننا حسن الظن بالله. خليكي فاكره ان ربنا عز وجل قال انا عند ظن عبدي بي. لو ظنيتي ان حياتك كركبه هتفضل كركبه. املي قلبك بكلام حلو، دلعي نفسك بكلمتين قدام المراية: انتي مش فاشلة، انتي ست جدعة وتستحقي انك تطبطبي على نفسك. السر التاني فن اختيار المعارك، مش لازم تردي على كل دبانة معدية، هو ده اللي هيوفر لك 90% من طاقتك. هتدمري اعصابك لو فضلتي عاوزة تثبتي لكل الناس انك صح، عاوزة تردي وتعاتبي. طاقتك دي رصيد ليه بتصرفيه في خناقات ملهاش لازمة؟ الست الرايقة بقى هي اللي وصلت لمرحلة اللامبالاة الذكية. حد اتكلم ورا ظهرك فوضت أمري لربنا باسمه الحق هيجيب لي حقي. طب حد انتقدك، ابتسامة هادية وتجاهل. مش كل كلمة تستاهل رد، ومش كل شخص يستاهل ياخد من وقتك عشان تفهميه وجهة نظرك. وفري مجهودك لبيتك وولادك، أو حتى الكوباية شاي هتشربيها في هدوء هتفيدك أكتر والله. الراحة بتبدأ لما تقرري إن مش كل معركة هي معركتك. خلينا واقعيين زي ما تعودنا، احنا مخلوقين في تعب، مفيش حياة وردية طول الوقت، بس الفرق ان الست الرايقة فاهمة ان المشاكل جزء من اللعبة. لما العيال يقلبوا البيت او المصاريف تخلص قبل الشهر هي مش بتتفاجئ وتنهار، هي عارفة ان ده الطبيعي. السر هنا هو الرضا العملي. يعني ايه؟ يعني اقبل ان الوضع مش احسن حاجة، بس هحاول اخليه اروق حاجة ممكنة. ما تستنيش لما كل المشاكل تتحل عشان تفرحي، ده في الجنة يا روحي ان شاء الله. لأن المشاكل مش بتخلص، افرحي واضحكي وسط المشاكل وطلعي لحظة حلوة من قلب الكركبة. ده مش ضعف واستسلام، دي قوة. السر التالت
سر التربية بالهدوء بعيد عن الأسلحة الفتاكة بتاعتنا. كتير منكم هيقولي يا ميرا كلامك جميل بس تعالي شوفي عيالي. بصي يا قلبي، احنا كأمهات اتعودنا على الأسلحة التقليدية: الزعيق، الشخط، العصبية، الشبشب اللي بيتحدف في وقت اللزوم. شايفاكي وانت هتحدفيهم دلوقتي عشان يخلوكي تكملي الفيديو. اصبري شوية، لأن النتيجة انت أعصابك بتبوظ والعيال بيتعودوا على الصوت العالي وما بيسمعوش. الست الرايقة، ويا رب كلنا نبقى كده، بتعمل ايه؟ بدل ما تزعق طبقوا الهدوم، روقوا اوضتكم، بتخليهم يشاركوها. يلا نرتب عشان بيتنا يبقى جميل. اوضتك خليها نظيفة عشان تبقى مبسوط فيها. هدوءك هو العدوى اللي محتاجها بيتك. السر الرابع: فخ المثالية الكدابة. عارفة الست اللي عاوزة تعمل كل حاجة صح 100%؟ الأكل يكون جاهز قبل ما يطلب، والبيت يكون بيبرق، والأولاد لازم يكونوا من الأوائل، ما عندناش اختيار تاني، وهي نفسها لازم تكون موديل بقى. الست دي هي أكتر واحدة مطحونة في الدنيا كلها. خليني أحكي لك حاجة. ليا واحدة صاحبتي مهووسة إنها تبان الست البرفكت قدام حماتها وسلايفها وبيت العيلة. وفي مرة عملت لهم عزومة وقعدت يومين ما نامتش، تنظيف وطبيخ وتعمل حلويات. والنتيجة وقت العزومة كانت منهارة ومش مستحملة كلمة من حد. وهوب فجأة خناقة مع جوزها على أتفه سبب، وزعيق في الولاد عشان وقعوا عصير على السجادة. وفي الآخر قعدت وسط الضيوف مجهدة وشها بهتان وما استمتعتش بحاجة، وحتى اليوم ما كانش لطيف. دول كمان افتكروها مش حابة وجودهم وعاملة العزومة غصب عنها. الست الرايقة هي اللي بتفهم ان المثالية اكبر فخ. هي اللي بتقول لنفسها النهاردة مش هعمل حاجة واريح نفسي شوية واستمتع بالوقت ده في بيتي مع ولادي. يا جماعة، محدش هياخد جايزة أحسن ست بتنظف في نهاية العمر. الست الرايقة هي اللي بتعمل أولوياتها، بس لو تعبانة هتطلب أكل من بره حتى لو فول وجبنة عشان محدش يقولي الأكل من بره غالي، أو تعمل أكلة سريعة وتوفر طاقتها عشان تكون رايقة نفسيا. هي اقتنعت إن البيت اللي فيه شوية هدوء وضحكة أحلى بكتير من البيت اللي ريحته كلور بس أصحابه كلهم بياكلوا في بعض. بطلي تكوني سوبر وومن وكوني ست مرتاحة. ده اللي ولادك وجوزك محتاجينه فعلا. السر الخامس: مملكتك الخاصة. انت فين؟ أكبر غلطة بتقع فيها الست المطحونة هي إنها بتلغي نفسها تماما. بتبقى عبارة عن محطة خدمات: ماما عايزين ناكل، يا مدام المصاريف، يا أستاذة فين لبسي، وبتنسى هي مين وبتحب إيه. شفت بوست مرة لواحدة كاتباه بكل وجع: أنا بقالي 7 سنين مش عارفة أنا بحب لون إيه ولا إيه أكتر حاجة بتفرحني. أنا بقيت مجرد آلة. الست دي بتتحول بمرور الوقت لكتلة من العصبية المكتومة، وأي كلمة صغيرة هتعصبها لأن الكوباية بتاعتها اتملت ومفيش حاجة هتفضيها. الست الرايقة هي اللي عاملة لنفسها مساحة خاصة. مش لازم تسافري ولا تعملي شوبينج، بس لازم تعملي لنفسك وقت ليكي انتي. حتى لو ربع ساعة بعد الولاد ما يناموا. اشربي قهوتك، اعملي ماسك. بذمتك بقالك قد ايه ما عملتيش ماسك؟ ردي عليا كده. اقعدي اتفرجي على فيديو يبسطك ويخليكي تضحكي وتجددي طاقتك. لازم تحسي ان ليكي كيان بعيد عن دور الام والزوجة. لما بتهتمي بنفسك حتى لو بحاجات بسيطة، خزان الصبر عندك بيتملي وبتقدري ترجعي تكملي بوش بشوش وقلب رايق. عايزة اقولك حاجة مهمة قوي: انتي تستاهلي. تستاهلي تعيشي رايقة وتكوني مبسوطة. الحياة قصيرة قوي عشان تضيع في طحن ملهوش نهاية. ابدأي معايا من النهاردة وقرري انك تكوني الست الرايقة مش الست المطحونة. صدقيني، زي ما عرفتي ايه اللي بيفرق بين الضغط والروقان، اتمسكي كمان بالحلول. ده اهم جزء في الفيديو. أول حل: وقتك المقدس. زي ما اتفقنا، حتى لو 10 دقايق، وصلي واقري وردك وكلمي ربنا وادعي باللي نفسك فيه. ده شحن لليوم كله. تاني حل: التفويض. مش لازم تعملي كل حاجة بنفسك. اطلبي المساعدة، وزعي المهام على البيت، وسيبي شوية كركبة لو ده هيخليكي تنامي مرتاحة. تالت حل: التدوير على الحلو. ما تخليش عينك متبرمجة تشوف اللي ناقص: المواعين ما اتغسلتش، الفلوس خلصت، البيت مكركب. بلاش تشوفي الاسود بس. كل يوم قبل ما تنامي افتكري الحاجات الحلوة اللي حصلت حتى لو بسيطة: ضحكة ولد من ولادك، أكلة حلوة، كلمة جبرت خاطرك. رابع حل: بلاش مقارنات. السوشيال ميديا كدابة. ما تقارنيش كواليس حياتك بأفضل لقطات في صور غيرك بيعرضها، لأنك ما تعرفيش الكواليس عنده كان فيها ايه. وهقولك كلمتين مهمين قوي: الراحة مش رفاهية، الراحة قرار. والست الرايقة مش هي اللي عندها خدم وحشم وكنوز. هي الست اللي قررت ان روحها اغلى من انها تتحرق في زعل ونكد.
أنا عايزة كل واحدة شافت الفيديو ده تقوم دلوقتي تبص في المراية وتقول لنفسها أنا استحق أرتاح، أنا قوية ولازم أعيش في هدوء. ولو عجبك الفيديو شاركيه مع صاحبتك المطحونة يمكن تكوني سبب في هدوء بالها، واشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان العيلة تكبر بيكي. وقوليلي في التعليقات ايه أكتر حاجة بتطير روقانك وهتجري تعملي أنهي حل عشان ترجعيه. أشوفكم الفيديو الجاي وانتي رايقة وهادية ومطمنة في فيديوهات أقرب لقلوبنا، وسلام.